السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اليوم نعمل طاجن كفتة بالخضار. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول وندخل مقادير. هحتاج في وصفة اليوم أقل من نص كيلو لحمة، وهنزل ببصلتين مفرومين ناعم ومعلقة ملح ومعلقة فلفل أسود ومعلقة بابريكا ومعلقة بهارات كفتة. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها وادمجهم في بعض لحد ما تخلي الخليط معاكي ناعم خالص عشان يكون سهل التشكيل معاكي. هتفضلي تعجني فيها كده لغاية ما تدمجي كل المكونات، البصلتين الناعمين مع نص كيلو لحمة مع الفلفل الأسود مع الملح مع البابريكا مع بهارات الكفتة، لحد ما الخليط يبقى معاكي ناعم خالص ومتماسك، عشان لما تصبعي الصباع الكفتة ما تفكش معاكي. تمام كده، ده كده اللي أنا عايزة أوصله. تعالي بقى هركنها على جنب وهجيب الخضار اجهزه اللي انا هشيله في الطاجن. هنا معايا بطاطس، وانت اي خضار معاكي بقى هتحتاجيه او اي خضار متوفر عندك اشتغلي بيه. انا هنا كده عندي كام بطاطسايه، هقطعها بقى لمكعبات، يعني القطعه لا سميكه قوي ولا رقيقه قوي، يعني انت تخليها كده في الوسط. هنزل بها في الزيت واعطيها نص تحميره مش تحميره كامله. هنحتاج بقى فلفل كده الوان، وبرضو لو مش متوفر عندك فلفل الالوان وعندك فلفل اخضر خلاص اكتفي بيه، ولو عندك فلفل اصفر وفلفل احمر برضو اشتغلي بيه، بيزود عندك القيمة الغذائية كده وبيخلي الحاجة طعمها حلو. عندي برضو هنا كده قرن من الفلفل الاصفر، وقطعت واحد من الفلفل الاحمر. تمام كده. هنا بقى كده بيخلي الطاجن بتاعك له قيمة غذائية والطعم بتاعه بيكون متميز. معايا بقى بصل، البصل برضو اللي تحبيه المتوفر معاك. انا هنا كده استخدمت 2 صغيرين بما يعادل كده بصلة كبيرة. ومعايا برضو هنا حبيتين طماطم، هقطعهم كده لمكعبات او تقطيع عشوائي برضو. بيطعم معاكي كده الطاجن بتاعك وبيطعم الكفتة لانها هنسواها على البخار، وبيعطيكي كده قيمة غذائية للطاجن بتاعك، وبيعطيكي برضو كمية كبيرة. هنا بقى هجيب الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن، او ممكن اي صينية برضو بتدخل الفرن، ما تحكميش نفسك على الطاجن. هنزل كده بمادة دهنية كده في القاع وادهن بها الطاجن، وانزل بالخضار بتاعي الفلفل الالوان وبالبصل. وهاجي كده بقى في بولة جانبية هنعمل تتبيلة رهيبة. هنزل بمعلقة توم كبيرة مفرومة ومعلقة هريسة شطة ومعلقتين صلصة. هنا هرجع للبطاطس بتاعتي، كنت عطيتها نص تحميرة مش تحميرة كاملة، هنزل بها في الطاجن بتاعي. نص التحميرة للبطاطس دي بتعطيها طعم رهيب. هرجع هنا بقى للبولة اللي فيها التوم وهريسة الشطة والصلصة، وهنزل عليها بكوباية مية واحدة، وهنزل عليها بشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بابريكا لو متوفر عندك. انا كنت ضفت بس ما جتش في التصوير. هقلبها كده وهنزل بيها على الخضار بتاعي في الطاجن. تمام كده. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقلب بقى الخضار، شايفين بقى البخار اللي طالع كده من البطاطس اللي انا لسه شايلاها من التحمير. ريحة الطاجن رهيبة من قبل ما تدخل الفرن. هساوي بقى الطاجن كده واساوي الوش بتاعه، وهرجع للحمة بتاعتي علشان اصبحها على الطاجن. هتشكلي بقى كده صباع كده وتخليه كده صباع محترم كده مالي كيانه، يعني ما تصغرهوش قوي عشان زي ما احنا عارفين اللحمة بتكش، يعني هتخليه يعني تصبيع بتاعه مناسب. وكده بقى هتبقي انت عملتيه كده في الفطار. كل سنة وانتوا طيبين. وكده طاجن واحد اهو او طبق واحد على سفرتك، مش هيبقى اكتر من طبق. بتوفر بقى فيه الكفتة الجميلة، ومتوفر فيه الخضار الحلو بالتتبيلة الرهيبة، والطعم بقى مع شوية رز بشعرية. وعيشي بقى وبألف هنا وصحة على قلبك انت وهي يا حبيبة قلبي. وكل سنة وانتوا طيبين. صلى على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. شكلي بقى كده الصباع اللي تحبيه، وبرضو رص الرصة اللي تحبيها، كلها ديت اختيارك انتي. سجلي بقى يا حبيبة قلبي الوصفة دي عندك لرمضان. كل سنة وانتوا طيبين. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. طبعا ده اقل من نص كيلو لحمة، اقل بكتير والله. هاخد انا بقى اللي انا هاخده دوت، وهيتفضل معايا قطعة كده صغيرة. طبعا مش هنعملها كلها، انا الطاجن ده اكل معايا 8. بسم الله ما شاء الله، يعني هيكفي وهيوفي معاكي. بسم الله ما شاء الله. فضل معايا كمان قطعة منها. القطعة ديت هتقولي هتعملي بقى ايه يا مروة الصغيرة دي؟ هعملك بها وجبة كاملة بس في حلقة تانية. ويلا تعالي، ورقة زبدة هنرشها، هنحطها كده على الوش، وهنحط ورقة فويل، وهندخلها على الفرن درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة، وممكن توصل لساعة حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. وهنا بعد ما طلعت من الفرن بتاعي، بعد ما دخلتها الفرن، كنت طلعتها وكشفت وشها ودخلتها تحت الشواية شوية وغطيتها لحد الكهرباء ما تيجي. هنا البطاطس مستوية وجميلة ومطعمة كده من طعم الكفتة، وعندي برضو اللحمة جميلة بسم الله ما شاء الله دايبة دوب. يلا الفيديو ده يحتاج كم من 10 او ياخد كم من 10؟ يلا سجلي الوصفة دي عندك، واتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.